هي من تعني برشلونة ووصيفه الحالي نادي يوفنتوس، وبالتالي البارسا يريد الانتصار قبل المواجهة، مواجهة الرد في الكامب نو ضد السيدة العجوز. البارسا في وضعية صعبة، البارسا في حالة نزيف. رونالد كومان لا يقنع، رونالد كومان في بداية صعبة جدا على مستوى النتائج، على مستوى عدد الإصابات، وعلى مستوى حتى العلاقات داخل المجموعة، وآخرها تصريحات ميسي الغاضبة على المحيط باللاعب أنطوان غريزمان، وما يقولونه أنه ميسي وعرقله وكأنه ليو يعني شادد رجل غريزمان ولا راس غريزمان ومنعه من التسجيل. إذا هي حرب الكلام، هي غياب للأقدام، هي من موسم 2002-2003 فماش تسلل، فما كورة فورات الأوروبية في دوري الأبطال، ومنكر كوتينيو، فيليبي جول وكورنر، ركنية للبارسا. ساكاديسكي اللي كان هو المنافس الرئيسي، وبعد استقلال الجمهورية الأوكراني المحلي هو طبعا شاش رقم 29، هو الأسطورة اللي درب في إيطاليا، لوتشي بيانيتش، كوتينيو، ألينيا، واللاعب ترينكاو وبيدري، وغيابات بارزة للأساسيين للستة. يلعب الكرة خطيرة 2 لدينامو دو كييف، كرة لنو 1-0 من أتليت. كانت متعة الريال ثم جاء واستمتعنا بعهده ولعبه الأولى بمرحلة ذهاب البارسا، ويقود البيج ميلان إلى يغادر زلاتان إبراهيموفيتش. العب فيه يوهان كرويف ومارادونا وريدي 10 من ديسمبر القادم إن شاء الله. تمشي الفريق المدريدي العاصمي، الانطلاق من الجهة اليسرى، مهاجم تمشي الكرة مرة أخرى، عندهم مرتدات خطيرة، أعتقد باش يقلقوا برشلونة. يلعب الكرة أوسكار مينغيز، نيكومان يمشي بالكرة الانطلاق والكرة لحل بارتوميو. البارسا سينتصر كفارس او دينامو دو كييف حتى رايح جاي، ليس انطلاق الهجومي خطير التحضير، مراوغ يمشي كرة ميرالين بيونيتش بالراس، ترجع من يمشي بالكرة فيليبي كوتينيو بالراس. هل من ضربة جزاء ام لا؟ الاحتجاج على حكم المباراة، ماذا هناك؟ بينما هنا كرة تروح ويلعب جونيور، انه يعني 4-5 مباريات اخرى اذا يصاب البوسكيتس، يلعب الكرة ديست التوزيع، وين الراس يمشي جونيور فيربو، خطيرة على دينامو دو كييف، فيربو جونيور وكوتينيو، كوتينيو يعمل البون، بيانيتش ميراليم خطيرة، والفرصة ضاعت والتسديدة ناقصين مباريات، فرصة للوتشيسكو. يلعب الكرة قصيرة كرة من ديست. المجموعة مفاجأة كبيرة حاليا في تورينو، تاجر كرة كوتينيو والتسديد على المرمى من فيليبي النجم السابق لليفربول. 0-0 هذا الملعب. النجاعة التهديفية يعني يؤدي بشكل تمشي كرة كوتينيو فيليبي في طور استعادة منتخب قوي، تمشي كرة ملعوبة، يلعب ترينكاو، خطيرة ترينكاو، التوزيع خطيرة ملعوبة، فرصة كرة خطيرة، هنا كرة ملعوبة وفرصة للألقاب في أوكرانيا، 28 لقب بين دينامو دو كييف نذكر برجها المائل، وهنا كرة اللي عنده ألقاب بالجملة وعنده سجل ذهبي. جونيور فيربو تمشي كرة عن طريق جونيور فيربو، يرجع كرة كوتيني في الكونتر اتاك، تحط الكرة وسط الميدان، دار إمكانية من ميرالين بيونيتش. 5 مباريات الآن مع اليوفي على طول يسجل ويسجل كما فريق اللعب. نرجع المباشر مع كرة البارسا، هو مدرب فريق دينامو دو كييف على البايرن ب3-0 في المجموع. الكرة السوفيتية في السبعينات وبرية في كييف، هدف الذهاب سجله هونس اولي وديتر، بطل الابطال 3 سنين ورا بعض الجراند. هدف اللاعب كرة، وما كانت كاسه الثاني شرقية حقق لقب اوروبي في السبعينيات بعد ماغدبورغ الالماني الشرقي اللي كان فاجأ، اللي كان في عهد الاسود، واخر نهايات كانوا لعبوها خسروا ب3 من المانيا، وفينال 64 اللي خسروه مع الاسباني، وكان احد الكبار في السبعينيات في اوروبا. ولكن الكرة تضيع الكرة هنا
ينتظر مساندة، يعطي باس في ساق ترينكاو وأزمة نتائج وأزمة ثقة أنا فيها. هو الدفاع يتصدى ويربح ضربة التوزيع لضربة راس. جاءت التوزيع فإن الهدف قريب، الهدف قريب، العرضية تير شتيجن يا سادة. تير شتيجن يخلص البارسا من هدف قاتل. البارسا الأكثر استحواذ ولكن كييف أكثر خطورة. المرتدات في وجود المساحات نار على دفاعات كاتالونيا. الحلول في الشوط الثاني المفروض يكون افضل من الناحيه الفنيه بالفعل. تحياتي للزميلين 2021 عرضيه خطيره راسيه ترجع من الدفاع. شكله الهدف الاول للفرقه الاوكرانيه. صار الاوروبا ليج والبارسا من اجل كوتينيو لجونيور فيربو وفي كره خطيره وصعبه وفي اعاقه والحكم يقول والمطالبه بضربه جزاء. ما نشوفش في ضربة جزاء الحقيقة لدينامو كييف. اعتقد قرار الحكم سليم في انتظار التدعيم من الصورة من الفار عن طريق ترينكاو على القائم الثاني والفريق الاوكراني. محاولة التسديد وشتيجن محاولة أولى على مرمى زاباميي اماتش او البا في قادم الدقائق. كوتينيو يمشي بالكره والانطلاق الهجومي الصعبه والهدف الاول من ديست والهدف الاول 1-0 ديست. اولى اهدافه مع البارسا اوروبيا. هنا ديست يفتح باب التسجيل. البارسا في دقيقه 52 يتقدم في استاد الدينامو كييف 1-0. كرة كتالونية ممتازة، كرة كتالونية من الاحتياط وكأنهم من جنود الفرقة اللي بدأت في الثمانينات مع سيكو وسقراطيس والسيري مع تيلي سانتانا دينامو قل التاريخية يمشي فيها كوتينيو للثاني والديفاتيكو الكلاسيكو في الليغا خطيرة. الثاني قريب والهدف الثاني، الهدف الثاني للبارسا. البارسا في 10 دقائق يقول كفاية جهدك يا دينامو، كفاية اجتهادك يا كييف، أنا البارسا فمن تكون. 2-0 للكتالوني، 2-0 الاف سي برشلونة بكرة ثابتة. خطأ في المتابعة، خطأ. والبارسا يستعد لرابع مباراة خارج الديار في الشامبيونز ليج برابع انتصار تواليا في السباحة رياضتها المفضلة مع الباسكت. ساندر كارافاييف ويدخل لاعب أولكساندر. كرة للفرقة الأوكرانية بعيدة تاريخه بالشامبيونز ليج. ممتاز، المراوغة ممتازة. جوردي ألبا الياسينيو ويدخل أنطوان غريزمان. خطيرة ملعوبة والتسديدة والكرة ضاعت. الكرة ضاعت على الأوكراني رقم 14 يعني بسكويت. الجولات الأولى على التوالي يعني وبالتالي كرة من جوردي والهدف الثالث ولا أروع الكرة والتسلل. كرة ممتازة جدا لبرشلونة ويتصدى الحارس او في ضربة جزاء. دوبلي يمشي بالكرة دوبلي والهدف الثالث. ترسيرو ديال البارسا ودوبليت البراي. 3 برشلونة 0 دينامو كييف. 12 نقطة البارسا لدور ال 16 بالعالم.